العلماء اختلفوا في تحديد الشهر الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قولين. فمنهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل في شهر رمضان في عام 570 من ميلاد المسيح عليه السلام. من أهل العلم من قال إن النبي ولد في شهر رمضان، ومنهم وهم جمهور أهل العلم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأول. ونحن نقول بقول جماهير أهل العلم أيوة، النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأول. لكن الجمهور اختلفوا في تحديد اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول على أقوال. قال الإمام ابن عبد البر إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في الثاني من شهر ربيع الأول، 2 ربيع الأول. ده قول الإمام ابن عبد البر. وقال الإمام ابن حزم وأكثر المحدثين بل ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في 8 من شهر ربيع الأول. وقال الإمام الكوثري بل ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في 9 من شهر ربيع الأول. وقال الإمام الباقر بل ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في 10 من شهر ربيع الأول. وقال ابن إسحاق في السير بل ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع الأول. وقال آخرون بل ولد في 17 من ربيع الأول. وقال آخرون بل ولد صلى الله عليه وسلم في 18 من شهر ربيع الأول.